اليوجا بوك من الاجهزه اللي تستغرب لها جدا، هل هو تابلت ولا لابتوب؟ ما تستغربش، مع ان اللابتوب والتابلت المفروض يبقوا بعاد جدا عن بعض، لكن الجهاز ده فعلا يلخبط. الفكره كلها جت ان انا كنت قاعد على الانترنت بدور على حاجه كده غريبه عجيبه اكلمكم عنها في عالم التكنولوجي، ولقيت في وشي يوجا بوك سي 930. اول جهاز ما بقاش عارف له هل هو تابلت ولا لابتوب، لانه في الحقيقه يمشي الاثنين. اللابتوب فيه شاشتين وما فيهوش كيبورد، لان الشاشه الثانيه بتشتغل كانها كيبورد. هو حاجه تقدر تعتبره فولدبل بس متقدم شويه. الفكره هنا ان الشاشه الثانيه دي مش شاشه عاديه، هي شاشه اي انك اللي مش بتصدر اي ضوء. لو مش فاهم فكره الشاشه، فهي شاشه من نوع خاص معموله لاستخدامات معينه. اليوجا بوك الجيل الثاني بيستغلها كحاجات كتير جدا، اولهم ككيبورد، وبتبقى كيبورد تاتش وفيها فايبريشن كده وانيميشن لما تلمس الزراير. اليوجا بوك شاشته الاي انك كمان بتدعم القلم اللي فيه 4096 بوينت بريشر، ممكن تستخدمه في الرسم حلو جدا، او كمان الكتابه انك تاخد نوتس وريمايندرز لنفسك. الشاشه دي زي اللي موجوده في الاي ريدرز، وزي ما قلت دي من مميزاتها انها ما فيهاش باك لايت، بالتالي مش بتوجع العين خالص، وبتبقى حلوه جدا جدا في القرايه. بس مشكلتها لو في الضلمه مش هتشوف اي حاجه، كانك بتقرا من كتاب بالظبط. تجربتي مع الانك سكرين حلوه جدا، بس هي ما تنفعش ككيبورد خالص، ما ينفعش تعتمد على شاشه بدل الكيبورد خصوصا في لابتوب، لكذا سبب طبعا، منهم انك بتفضل حاطط صوابعك على الكيبورد علشان تعرف اماكن الزراير وتكتب وانت باصص للشاشه مش باصص للكيبورد، عكس دلوقتي ما ينفعش تفضل حاطط صوابعك على الشاشه بتاعت الكيبورد وطول ما انت بتكتب بتقعد تبص كتير جدا علشان تعرف اماكن الزراير. فاختيارك ككيبورد كان اختيار غلط، لكن اختيارك كشاشه للرسم او حتى للكتابه بالقلم كان ممتاز جدا. اللابتوب ده فيه فن وابداع، وبصراحه متوافق جدا مع الكونسبت الجديد بتاع قناتنا ارت اوف تك، وبحسه بيقدر الفن جدا. فتلاقي دايما الشاشه الثانيه طول ما اللابتوب مطفي عارضه لوحه فنيه كده او سكتش مرسوم، وبيدي شكل حلو جدا جدا لللابتوب. الابداع في اللابتوب ما كانش في الشاشه بس، كان كمان في المفصلات، لان اللابتوب بيلف 360 درجه ويبقى تابلت. الفكره ان التابلت ده المفصلات اللي انا شايفها دي مفصلات ذكيه جدا، لانها ما بتسيبش فراغ خالص بين الشاشتين. وكمان الحركه الاختراع اللي ما شفتهاش قبل كده هو ان الشاشه بتفتح لوحدها. اللابتوب ده ممكن تستأذن قبل ما تفتحه، اللي هو يبقى مقفول كده تخبط عليه مرتين تلاقيه فتح لوحده. الحركه دي حاسسها انها شو اوف اكتر من انها عمليه، خصوصا ان الجهاز ده ما فيهوش زي مكان كده تقدر تفتح منه الشاشتين، لان السطح ده مسطح جدا، فبالتالي عشان تفتح يا اما تخبط عليه مرتين يا اما تدوس على زراير الصوت. تصميم الجهاز نفسه رفيع متين، المفصلات متينه وخفيف، علشان كده انا معتبره تابلت برضه، لانه مش تقيل خالص خالص وفي وزن التابلتس العاديه، وتقدر بسهوله جدا تشيله بايد واحده. شاشه اللابتوب الاساسيه حوالي 10 انش، وطبعا بتدعم التاتش وريزولوشن كواد اتش دي، فانت تقريبا بتتكلم في شاشه تابلت قويه جدا مناسبه انك تتفرج على كونتنت او محتوى افلام بدقه وجوده عاليه، خصوصا ان السماعات كمان بتدعم الدولبي اتموس، فبتدي لك تجربه صوت ممتازه. بس للاسف ما فيهوش منفذ صوت 3.5، وهتضطر توصل سماعاتك بكونفرتر. وبالنسبه للاداء فاللابتوب ده انا حاسه انه تابلت بس شغال ويندوز 10 كامل بدون اي نقصان، لانه شغال على هاردوير لابتوب عادي جدا بمعالج i5 من الجيل السابع مع 4 جيجا بايت من الرامات. ولحد هنا والكلام مش هيبقى حلو، لان الرامات قليله جدا وعيب كبير في حق اللابتوب بصراحه. ليه رامات 4 جيجا بايت؟ ليه رجعنا سنتين 3 ورا؟ الموبايلات دلوقتي بتنزل برامات من 6 ل 12 جيجا بايت. الرامات دي محجمه البروسيسور كتير جدا، اللي هو البروسيسور ممكن تشغل ابلكيشنز كتير بس رامات محدداه. وهتحس بالموضوع ده لما تفتح تابس كتير على كروم مثلا، او عايز تستخدم البرامج اللي بتميز ويندوز عن كروم بوك مثلا زي الفوتوشوب. البرامج دي بتحتاج رام كتير. اللابتوب التابلت ده فيه بصمه كمان، بس حلاوتها انها مش بارزه، هي السنسور مدفون تحت الشاشه، وده حلو جدا جدا في تصميم الجهاز. الجهاز فيه مخرجين يو اس بي، واحد للشحن والتاني علشان توصل بيه سماعه او توصل بيه هب ويبقى عندك مخارج يو اس بي اكتر. بطاريه الجهاز بتقعد 6 ساعات استخدام، ولينوفو كمان بتقول انها ممكن تقعد ل 8 ساعات وشويه، بس ده ما حصلش معايا بصراحه. البطاريه بتتشحن بشاحن تايب سي عادي جدا، يعني ممكن تشحنها بشاحن موبايلك، مش هتحتاج شاحن تاني تشيله معاك في الشنطه. خلاصه الجهاز ده انه عاجبني الفكره بتاعت الشاشه الثانيه الاي انك، بس ما كانش ينفع انها تبقى بديل للكيبورد، حتى لو كيبورد عاديه بس فلات خالص احسن بكتير من الشاشه الاي انك. الشاشه الاي انك وجودها كويس واضافه كبيره للجهاز، بس عدم وجود كيبورد مأثر كتير على الجهاز. الرامات كمان مأثره على تجربته جدا، وكان لازم يجي برامات اكتر 8 جيجا على الاقل. كمان اضافه ان هو لو في اندرويد ويبقى دول بوت هيفرق كتير جدا، خصوصا ان ويندوز 10 الكامل تقيل على اللابتوب شويه مع المواصفات دي، فاخرك معاه شويه براوزنج مع شويه افلام وفيديوهات، وما تقلش كمان علشان ما يهنكش منك بسبب الرام. اعتقد ان الكونسبت السنين اللي جايه هيتطور شويه، وده طبعا بفضل الفولدبل مع شاشه واحده كبيره واخده الجزئين مع بعض. وممكن الاي انك ديسبلاي دي تبقى شاشه ثانويه من بره،
بره. لينوفو يوجا بوك في رايي بيحط مواصفات للمستقبل. لينوفو كمان بتفرض عضلاتها وبتشو اوف بكذا حاجه، منها انك تخبط على الجهاز علشان يفتح، ومنها انك تشيل الكيبورد وتستخدم مكانها شاشه الاي ان. سعر الجهاز حوالي 1100 يورو، وده عالي جدا جدا على لابتوب ب 4 جيجا بايت رامات. بصراحه المفروض ان ده الجيل الثاني من اللابتوب، وكانوا المفروض يغيروا الموضوع ده، واعتقد ان الجيل الثالث اكيد هيحلوا المشكله دي بشكل كبير. بس مش ده المهم عندي، انا هنا جاي اتكلم عن تكنولوجي اكتر من اتكلم على برودكت او جهاز. فشايف المستقبل من ناحيه تانية. انت كمان ايه رايك؟ خصوصا ان لينوفو مش لوحدها، واسوس كمان نزلت كذا موديل بنفس الكونسبت ده. اعتقد ان الكونسبت ده هيبقى المستقبل في اجهزه كتير هنشوفها. قول لي انت كمان رايك في الكومنتس تحت، وانت نازل اعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.